السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. اسلام حفني معاكم. في البدايه طبعا رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. آم، الفيديو اللي فات كان فيه جزء كده اتكلمنا فيه لما جينا اتكلمنا عن الجزئيه بتاعه اللوجن وريجستريشن. كنت وريتكم واير فريم معموله على تشات جي بي تي وقلت لكم انا هكلمكم عنها في فيديو منفصل. فكنت حابب اوريكم ازاي انا بتعامل مع تشات جي بي تي لما بيجي لي اي ريكويرمنتس جديده او فيتشر معينه في منتج انا شغال عليه. طيب. هو انا بستفيد منه في حاجتين. اول حاجه ان انا اعمل حاجه من البدايه خالص، جالي ريكويرمنت جديد، صفحه جديده هتضاف مثلا في ابلكيشن معين او كده، ببتدي ان انا اديله النوتس اللي انا طلعت بيها او الملاحظات اللي معايا من الميتنج او من ايا كان الشخص المنوط بان هو يضيف الفيتشر يعني. باخد منه الملاحظات وبحطها لتشات جي بي تي وبفضل اكمل معاه في المحادثه لحد ما نوصل لحاجه اقدر ان انا اعتمد عليها واخدها واحط عليها الايدنتيتي بتاعت البرودكت اللي انا شغال عليه وببقى خلصت التصميم. ما بقيتش خالص ان انا اخد الحاجه واقعد ادور على لاي اوت معين او انسبريشن معينه او كده. لا، انا بقيت بشتغل معاه هو، والموضوع ده بيوفر معايا وقت بطريقه مهوله. يعني حرفيا في 10 دقائق ربع ساعه ممكن اكون طلعت كل حاجه انا محتاجها وخلصت التصميم بتاعي. فانا بقيت بعتمد عليه بنسبه 80 90% مثلا. في حاجه تانية ان انا ممكن اديله تصميم جاهز اوريدي، مثلا في مشكله او خدت عليه فيدباك معين، بروح ضايف له التصميم ونبتدي ان احنا نبرين ستورم مع بعض افكار معينه نحل بيها المشاكل او يعني نصلح بيها لو في مشكله في الفيدباك اللي جالنا. في حاجة تالتة وهي الصور. طبعا شات جي بي تي بيطلع صور ممتازة جدا. هو وجيميناي، يعني نانو بنانا ليه شوية شق بعتمد عليه في موضوع الشخصيات، لو هعمل شخصيات بيرسوناز مثلا او كده في برزنتيشن او حاجة. وشات جي بي تي برضو بيطلع صور ممتازة جدا بعتمد عليها برضو في حاجات معينة. اعتمدت برضو عليه قبل كده في بيرسوناز، بس طبعا نانو بنانا احسن. فده ليه يعني حاجات معينة هو مميز فيها، والتاني ليه حاجات معينة هو مميز فيها. فكل الاجزاء دي او كل السيناريوهات المختلفه اللي بستخدم فيها الاي اي ممكن ابقى اعملها في فيديوهات منفصله، مش كل حاجه تبقى في نفس الفيديو. احنا الفيديو ده هنعمل ايه؟ الفيديو ده هنعتبر ان احنا كنا في ميتنج، معانا ملاحظات معينه، صفحه معينه بناخدها بنديها لتشات جي بي تي. بس انا الاول لما كنت بعمل حاجه زي كده كنت بخليه يعملها صوره. يعني ما كنتش اعرف اصلا ان في موضوع ان انا اخليه يعمل كود وبتاع واقدر ان انا انتراكت مع التصميم اللي هو بيطلعه والكلام ده كله، ما كنتش اعرف كده. ولكن من فتره ابتديت ان انا اخليه يعمل كود كامل للصفحه كانها برودكت ريدي، واقدر اضيف الانتراكشنز اللي انا عايزها واتعامل مع الانبوتس وكل حاجه موجوده في الصفحه بطريقه عاديه جدا. معلش انا طولت في الانترو شويه، بس برضو الحته دي ليها فايدتين. فايده ان انت ممكن كمصمم تشتغل وتظبط وتطلع تصميم كويس، وفايده ان انت لو بتليد مثلا او معاك تيم معين مش عارف الريكويرمنتس اللي اتطلبت، بدل ما انت تبعتها لهم كتابيا، او ممكن تعمل الاثنين. يعني ممكن تبعت كتابيا، بس الافضل ان انت تبعت الفلو كامل قدامهم يقدروا ان هم يتعاملوا معاه ويشوفوا كل تفاصيله. ده يبقى افضل بكتير وهيفهموه اسرع واحسن. لما انت يعني لو بعت كتابيا ممكن يجي لك اسئله كتير وكده، انت ممكن توفر برضو وقت من الناحيه دي. فيلا بينا نبتدي مع بعض. احنا دلوقتي ده الشكل اللي احنا شفناه في الفيديو اللي فات، اللي احنا بنينا عليه الصفحه بتاعت اللوجن او ريجستريشن. انا طلعت ملاحظات عاديه جدا. وفي برضو نقطه هنا، انا ما كنتش اعرف ان انا لو اتكلمت معاه بالعربي باللغه العاميه اصلا هيقدر يطلع لي نتائج مبهره كده. يعني انا كنت دايما بتعامل معاه يا اما بانجلش، يا اما لو ابتدى ان هو يحول لعربي ببتدي اتعامل معاه برضو ب... بكلام تقني. يعني اقول له مثلا لو ويت، لو لو حجم معين اقول له بالبيكسل او بالريم او بالام او الكلام ده كله. بقول له تفاصيل تقنيه شويه. انما انا في الفيديو ده هعتبر ان، وده طبعا يعني هو ده سيناريو مستحيل، بس انا هعتبر ان احنا مش فاهمين اي حاجه في الكلام التقني، احنا عايزين نوصل الفكره ولكن باللغه العاميه العاديه بتاعتنا. تمام. فانا هاخد التفاصيل دي كلها كده، الافكار دي يعني عنوان وحدة المنشور مع التاريخ والوقت والكلام ده كله، عندي الاحصائيات، تفاصيل المنشور، مرفقات، بانر كبير في الاخر لو كان المستخدم عايز يضيف منشور جديد. وبرده حتة الاحصائيات اللي هي محتاجين برضو يكون مع ايكونز ارقام الاعجابات والمشاركات. لا دي كمان تكملة الاحصائيات اللي فوق. هناخد كل الملاحظات دي كده
ونروح لمحادثه شات جي بي تي. بالمناسبه شات جي بي تي اللي انا بستخدمه ده جو، مش بلس، يعني اللي قبل البلس. ف يعني على حسب استخدام انا ده، بالنسبه لي قيمه مقابل سعر ممتازه بصراحه. هنسيب التفاصيل هنا، وممكن بقى دي النوتس تمام. ممكن بقى اقول له اعمل لي التصميم ده وخليني اشوفه، خلي كل حاجه فيه شغاله مثلا. ولو في اي حاجه ناقصه ضيفها ووريني شكل التصميم النهائي مثلا. تمام. ميزه شات جي بي تي عن كلود ان هو سريع. يعني انا جربت كلود، هو بيطلع برضه نتائج كويسه تقدر تاخد منها لاي اوت، بس مش تصميم خالص، لان هو التصميم معظم الوقت بيطلع اي اي يعني، هو الجريدينتس والشادوز الغريبه والحاجات دي. بس تشات جي بي تي يجي منه شويه في التصميم، وفي نفس الوقت هو بينجز. هو بالمناسبه الكود ده بيبقى رياكت يعني، فريم ورك رياكت. فدلوقتي هو خلص الكود، كتب الكود. بعد كده انا دوست على زرار بريفيو، اللي انا ما كنتش اعرف ان هو موجود ده يعني من فتره قريبه. يعني احسن ما تاخد الكود وتروح مثلا لحاجه زي كود بن او اي حاجه توريك الكود او تعرض الكود وتعمل كوبي بيست. لا، هو الميزه ان هنا كل حاجه بتبقى في نفس المكان يعني. انا بس مش عارف هو في ايه كده. طيب يعني انا قبل الفيديو عملتها 5000 مره واشتغلت. ف... تمام. هو دلوقتي فتح زي ما احنا شايفين كده، عمل الريكويرمنتس اللي احنا اديناها له بطريقه كويسه شغاله. هو بس الفكره ان هو دايما بيعتمد على ان كل حاجه LTR مش RTL. فاحنا عايزينه يخلي كل الالاينمنت من اليمين للشمال، لان ده كده ده الاينمنت انجلش بس مترجم يعني. فاحنا ممكن اول حاجه نعملها ان احنا نيجي هنا نقول له وبالمناسبه صح، هو دلوقتي لما بيخلص بيقول لك هو عمل ايه، يعني اضاف ايه، وبعد كده بيقول لك لو حابب دي بتبقى حلوه برضه، يعني ممكن تلاقي فيها افكار تعجبك. يعني هو بيقول لك لو عايز تضيف حالات مختلفه للمنشور، بس يعني هو دي يعني اوت شويه، لان احنا هنضيف حاله واحده دلوقتي. عايز تعمل لودنج ستيت، عايز تعمل كونفرميشن موديل، عايز تعمل امتي ستيت، نطبق دارك مود نخليه اقرب للستايل سيستم بتاعك. يعني هو لو عايز تضيف له تفاصيل اكتر، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي، هو بيقول لك مقترحات برضو، ودي حاجه كويسه جدا على فكره. فانا اول حاجه هقول له ان احنا عايزين التنسيق، ومش هعدل الكلمه يعني هسيبها كده زي ما هي، من اليمين للشمال في كل التصميم مثلا. تعالوا نشوف كده هيعمل ايه. تمام. هو كده نقل بعض الحاجات، ولكن البانر اللي تحت والمرفقات، الكارت بتاع المرفقات والإحصائيات والكلام ده كله لسه برضه ما اتعملش. طيب ممكن بقى نخصص الموضوع، او احنا نقول له الحاجات اللي هي اللي ناقصة. اعكس البانر والمرفقات والقالب اللي في الأول، علشان يبقى كل حاجة بتبدأ من اليمين. تعالوا نشوف كده. انا طبعا اكيد في العاده هعتمد على اني بتعامل معاه بلغه تكنيكال، فهيبقى الفهم اسرع شويه. انا بس قاصد ان انا اوريكم السيناريوهات اللي هي ممكن بالنسبه له تبقى مبهمه شويه، او ما فيهاش نوع من انواع التوضيح التقني، ولكن هو برضو بيعرف يتعامل معاها، ويقدر ان هو يظهر لك الحاجه زي ما انت عايز. يعني زي ما احنا شايفين كده، احنا حددنا دلوقتي كل حاجه، فهو اظهرها اهو من اليمين للشمال عادي جدا. احنا بقى دلوقتي عندنا الدنيا تمام وكل حاجه. انا ما اعرفش بقى هو حط ايكون، يعني هو هنا حط اسف دروب داون، ومخلي كل حاجه انتراكتيف، يعني في هوفر ستيت في الزراير والكلام ده كله. ولو جيت على البانر ده بيحصل برضو نوع من انواع المايكرو انتراكشنز. فاحنا عايزين نضيف بقى حاجات اكتر شويه. اولا احنا عايزين التايبوجرافي مثلا تبقى، يعني نقول له دلوقتي احنا عايزين نستخدم، مش هقول له بقى خط او اي حاجه، انا هقول له استخدم IBM فليكس سانس Arabic. استخدم اللون الاساسي مثلا
اخضر غامق، يعني نحاول نعمل له ليست كده. ممكن اقول له مثلا ضيف كل القوالب جوه قالب رئيسي اللي هو الكونتينرز يعني، ما عدا البانر اللي تحت. ممكن نعمل ايه تاني؟ الاحصائيات، خلي الاحصائيات باللون الاساسي، خلي ايقونات الاحصائيات بس، ايقونات الاحصائيات باللون الاساسي، والارقام جنبها وتحت الارقام ضيف مشاهدة او اعجاب او مشاركة. تعالوا نشوف كده بقى هيعمل ايه. انا بحاول برضه اجيب له الموضوع شوية واحدة واحدة علشان لو في غلطة نتلافاها كده في الاول، ما نقعدش نديله حاجات كتير قوي 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 ويعملها كلها فيها غلطتين ثلاثة ونقعد بقى يعني يبقى صعب ان احنا نتداركها بعد كده. فانا بديله حاجات الى حد ما بسيطة علشان لو في غلطة نقدر نرجع تاني او نعدلها يعني بالتحديد. زي ما احنا شايفين كده الدنيا ابتدت تظبط شويه، تبقى كونسيستنت، تبقى في زي ما احنا شايفين لون موحد على حسب البراند كولر بتاعنا طبعا، يعني انا بضيف على حسب البراند كولر. التايبوجرافي برضو فرقت شويه في الشكل. الحته بتاعت الاحصائيات يعني هو ما عملهاش زي ما انا عايز قوي، ولكن هي برضو الى حد ما كويسه. فانا ممكن اقول له برضو تمام بالنسبه للاحصائيات، برضو مش هعدلها، الايقونه تبقى على اليمين واصغر شويه، وعلى الشمال الرقم فوق والنوع تحت مثلا، وخليها بعرض الصفحة. تعالوا نشوف كده هيعمل ايه. وطبعا احنا ممكن نضيف حاجات اكتر من كده بكتير، يعني احنا ممكن نضيف النافيجيشن، ممكن نضيف هيدرز وفوترز، ممكن نعمل حاجات كتير قوي. يعني هو مش ليميتد لحاجة معينة، انا بس بديكم مثال مبسط للي احنا ممكن نعمله. طبعا هو كده الدنيا ضربت خالص، هو كده فهم تقريبا ان هو عايز الكونتينر يملى الصفحة. فاحنا ممكن على فكرة حاجة زي كده نعمل بريفيوس فيرجن، نسكيب الحتة دي وبعد كده اقول له باك توليت اسف لا، هنعمل بريفيوس فيرجن وبعد كده اقول له ريستور ذس فيرجن. لو لقيت الدنيا ضربت، بدل بقى ما اقول له لا ما تعملش الحاجة فول ويتس او بعرض الصفحة والكلام ده كله. طيب ممكن اقول له القالب بتاع الاحصائيات، يعني جيبها له واحدة واحدة شوية، خليه بعرض القالب الرئيسي. يعني خلينا برضو محددين الدنيا شوية، وتعالوا نشوف كده هيعمل ايه. ساعات بيفيل في اول ملحوظة، ساعات كمان بيجيب لك ايرور والمفروض انت تعمل فيكس بج. هو كده عمال يكلمني بقى تكنيكال شوية. خلي الاحصائيات مالية العرض بتاع القالب الرئيسي، والمسافة بينهم المفروض justify between، يعني زي ما هو كتب، بس انا عايز اقول له حاجة مش تكنيكال يعني، والمسافة بينهم متساوية مثلا. انا بحاول احط نفسي مكان حد مش فاهم هو المصطلح التكنيكال يعني. اعتقد كده ممكن تظبط يعني. تمام كده الدنيا ظبطت اهي. انا كده خليتها بعرض الصفحة، اقدر بقى اظبط يعني نقول له خلي كل احصائية الايقونة بتاعتها على اليمين والرقم والنوع جنبها بمسافة مثلا 12 بكسل مثلا. اعتقد دي حاجة بسيطة يعني، مسافة ال 12 بكسل دي ممكن حد كلنا كمصممين نكون عارفينها. ده انا كده بفترض ان كمان المصمم مش عارف اي حاجة غير المسافات مثلا، وده سيناريو بعيد شوية. تمام. فانا كده عندي احصائيات اتعملت بالطريقه اللي انا عايزها. والله يعني ممكن هي كانت فوق كان شكلها احسن، بس ما علينا. يعني انا قصدي اقول لكم ان انتوا ممكن تعملوا عارفين يعني تفصيلات معينه كده في التصميم. طب عايزين نزود المسافات شويه بين الاجزاء الداخليه، لو عايزين نشيل الخط اللي فوق ده يعني ماشي. ممكن نعمل كذا حاجه، يعني ممكن نشيل الخط الفاصل بين العنوان الرئيسي وزود المسافات بين الأجزاء الداخلية. ممكن أقول له كمان وضيف خط
عمودي بين الإحصائيات، بين كل الإحصائيات. تعالوا كده نشوف هيعمل ايه. احنا كده قلنا له ان هو يزود مسافة بين السكشنز المختلفة اللي جوه الكونتينر الرئيسي ده، وفي نفس الوقت يحط خطوط صغيرة كده ما بين الإحصائيات دي. ممتاز جدا جدا جدا. فاحنا الشكل اللي احنا وصلنا له ده احنا ممكن نبني عليه. يعني المسافة دي ممكن تكون بس كتير شوية، بس مش مشكلة، ممكن نظبطها. يعني ممكن اقول له حتى قلل المسافة بين تفاصيل المنشور والمحتوى بتاعها مثلا. تمام، ده كلام جميل جدا. ممكن بقى اقول له لما اجي اعدل المنشور مثلا، المنشور عايز بعد التأكيد الزرار يحمل ويجي، وارجع تاني وارجع للتفاصيل ويجي لي اشعار لمدة 5 ثواني انه تم التعديل. فانا لو دوست دلوقتي على تعديل، هو طبعا ما ادالوش هوفر ستيت، معرفش ليه. طيب ممكن هو كده مش شغال، فاقول له زرار تعديل مش شغال. هو كده شايفني ان انا عايزه لو دوست على زرار التعديل يجيب لي كونفirmation، فهو كده فيهم غلط. فانا ممكن اوضحها له اكتر. لما ادوس على تعديل وضيف ليها لون مختلف مثلا، وضيف ليها حالة مختلفة، حالة مختلفة لما اقف عليها بالماوس. يعني مثلا لما ادوس عليها عايز اروح لصفحة فيها العنوان الرئيسي والتفاصيل والمرفقات، اقدر اعدل فيهم، ويكون في زرار تأكيد مثلا وإلغاء. لو دوست تأكيد يحمل شوية وارجع للتفاصيل بعد التعديل ويجيلي إشعار إنه تم. اعتقد كده دي تفصيليه اكتر، فممكن ان هو يظبطها احسن. تمام، لما بنيجي نعمل بقى بروتوتايبس زي كده بتلاقيه ان هو ساعات بيروح في حاجات شايلها فجاه كده. يعني البانر اللي تحت ده كده اتشال. تعالوا بس نشوف تعديل. هو ظبط الزرار اهو. لو جيت دوست تعديل بروح اقول صفحه تانية فيها العنوان بتاعي وفيها التفاصيل المنشور. ممكن كمان اشوف، انتوا شايفين انا بانتراكت دلوقتي اهو مع الحاجه. يعني ممكن نضيف كذا مره البتاع ده مثلا. وفي اسم المرفق دي، طبعا اسم المرفق دي بقى احنا ممكن نبقى نعدلها، نقول له ان مثلا المرفقات خليها ان انا اقدر ارفع مرفق او ان انا اشيل مرفق. تمام. فلو جيت دوست على التاكيد يقول لي هو في لودنج ستيت بتحصل، وبعد كده جاب لي توست اهو تم تعديل المنشور بنجاح. طيب اقول له بقى في حاجتين. اول حاجه رجع البانر اللي في صفحه تفاصيل المنشور، وفي صفحه التعديل عايز المرفقات يكون فيها المرفق اللي انا ضفته واقدر اني اشيله، واعمل زرار اضافة مرفقات بقائمة، اما اضيف من جهازي او اي طرق تانية شايفها مناسبة. تعالوا نشوف كده. طبعا لو انتوا ملاحظين احنا التعديل اللي احنا عملناه في المنشور هو هيراستر طبعا، بس التعديل اللي احنا عملناه في المنشور هو سيفد اوريدي. يعني انت بتنتراكت وبتضيف الحاجه، ولما بتدوس سيف بتفضل الحاجه زي ما انت عملتها. هو كده محتاج ان هو يرجع البانر، ومحتاج انه يظبط موضوع المرفقات ده. طيب هو كده خلاص هو رجع البانر. وزي ما انتم شايفين كده تفاصيل المنشور دي رجعت زي ما كانت. لو جيت دوست على تعديل زي ما احنا شايفين كده المرفقات ضاف لها هو الزرار بتاع الديليت. لو جيت دوست عليها هيتعمل لها ديليت. لو دوست على اضافه مرفق يجي لي من جهازي رابط خارجي او جوجل درايف. دي انا سبتها له هو بقى اللي يشوف ايه المناسب مثلا لو انا محتاج افكار. وبقى انا كده خلصت. ممكن طبعا ده يعني اضيف برضو في حاجه جديده مثلا، اقول مثلا تجربه، وهنا اضيف تاني الحاجات دي، وبعد كده نقول تاكيد. برضه جاري الحفظ جات لي التوست. وممكن التوست دي برضه على فكره اديله ريكويرمنتس ان هو يعدلها، ويعدل شكلها، ويعدل الايكون اللي فيها، واخلي مثلا فيها زرار، واخلي فيها محتوى معين. لكن زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا تصميم
يعني انا شايف شكله كويس جدا، نقدر ان احنا نبني عليه التصميم اللي احنا هنشتغل عليه، ونقدر كمان ان احنا نبعت الحاجات دي بقى. يعني انا لو عملت شير هنا ودوست كرييت لينك مثلا، خدت اللينك ده، اقدر ان انا اعمل له بيست هنا، وهينزل بنفس الشكل اللي انا عملته عليه بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. واقدر برضو ان انا انتراكت معاه زي ما عملنا هناك. التعديل اهو شغال، لو دوست عليه هيفتح الكلام ده كله، واقدر ان انا بيست. ولو دوست على تأكيد يلود شوية، وبعد كده يقول لي تم التعديل بالتعديل المطلوب. وقيس بقى على كده ان انت ممكن تعمل حاجات اكبر من كده بكتير، فلوهات اكبر من كده بكتير، وتبقى الحاجه انتراكتيف وبتسيف الانتراكشنز اللي انت بتعملها معاها. ودي بتبقى حاجه ممتازه جدا ان انت تشيرها مع عميل او تشيرها مع التيم بتاعك زي ما قلنا في الاول. ان شاء الله الفيديوهات دي مش هتقف على كده. انا يعني كل ما هيبقى في دماغي فكره جديده او طريقه جديده ممكن نتعامل بيها، زي موضوع مثلا انت تحط له تصميم اوريدي معمول وتحسنه معاه، يعني هيكون في كذا فيديو من النوع ده ان شاء الله في الفتره اللي جايه. مش هطول عليكم اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر عن مجال اليو اكس واليو اي ممكن تعملوا سبسكرايب للشانل. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.